السلام عليكم. انا سميتي اسماء، واليوم جاي نحكي لكم قصه اختي. قصتها قصه وحكايتها حكايه. الصراحه ديما كنا كنسمعوا الاقارب عقارب، بعد منا مكليط، والضربه كتجي من القريب قبل الغريب. ولكن عمرنا ما فهمنا المغزى ديال هذا الشيء، حتى وقع لي وقع لاختي. ولكن ردوا البال، راه هادشي ما كينطبق على جميع الاقارب، راه هما واحد النسبه قليله. باش الله سبحانه وتعالى راه وصى على صلة الرحم وعلى الأقارب. المهم نرجعوا للقصة ديالنا. في واحد الصيف مشينا مع بابا لدار جداتي. رجعوا بابا من تيزنيت، ولكن حنا ساكنين في أكادير. دار جداتي بحكم هاد الجد ديالي وبقات الدار الكبيرة ديال العائلة ديال الوراثة. جداتي ساكن معاها جوج ديال عمامي، وتا بابا عنده البيت ديالو، وعندي عمي تا هو كاين في مراكش عنده البيت ديالو، وعماتي حتى هما. وتماك ساكنين جوج عمام اخرين تما كل واحد الدار ديالو. كاين عماتي تاني مزوجين، يعني العائله تبارك الله راه كبيره. المهم كنا كل عطله كنمشيو، حقاش اكادير قريبه لتيزنيت. ولكن العطله ديال الصيف كانت عندنا نكهه خاصه. علاش؟ لحقاش العائله كانت كلها كتجي في الصيف. العائله اللي كاين على في الخارج، اللي كاين في هولندا، اللي كاين في المانيا، اللي كاين في الطاليان، اللي في فرنسا، اللي في بلجيكا، اللي في كندا. المهم كل شيء كيجيو العائله وكيجيبوا وليداتهم. وكاين تاني اللي كاين في مدن اخرى، كاين اللي كاين في كازا، في الرباط، بحال حنا في اكادير، عمي كاين في مراكش. المهم كل واحد في مدينه. ولكن في الصيف كل شيء كيتجمعوا ويجيبوا العائلات ديالهم، لحقاش الناس تماك متعلقين بالاصل ديالهم وبالدوار ديالهم وبناسهم. دائما عطله كيجيبوا ولادهم وكيجيو يصلوا يحيوا صله الرحم، والاغلبيه عندهم الديور ديالهم تماك. المهم مشينا، كان العرس ديال عمي لولدو، كان معنا لولدو. المهم مشينا حنا قبل العرس تقريبا بشي 4 ايام. المهم داز العرس، عاوناهم حتى حنا في التوجاد، وكنا كلشي فرحانين وناشطين. واحد الاجواء ما نعاود لكمش، اجواء زوينه بزاف. الناس اللي كاينين في تيزنيت وبالضبط في العروبيه غادي يعرفوني علاش كنهضر. المهم كنا كلشي فرحانين، الكبير والصغير، وكنوجدوا في دار عمي ونعاونوا فيهم، يعني ولد عمي بحال خونا. المهم داز العرس، فرحنا نشاطنا، كلشي ما قادانا فرحه. المهم ملي سال العرس تقريبا ب4 ايام ولا 5 ايام بغينا نرجعوا، بحكم بابا عنده محل ديال الخضره والديسير، مشاركوا واحد السيد، وداك السيد تا هو من تيزنيت. ولكن ضروري خاص يبقى واحد فيهم، لحقاش كما كتعرفوا مدينه اكادير مدينه سياحيه، وتتكون الحركه تبارك الله في الصيف، يعني كيبيعوا ويشريو، ما يمكنش يسدوا المحل. دائما في اي مناسبه في العطل وداكشي كيمشي واحد ويبقى الاخر، ولكن الا الاعياد كان كيسدوا. المهم ملي بغينا نجيو، كما قلت لكم كاع الناس كيجيو في هذاك العطل. وكاين واحد جيران جده وجيراننا حتى هما كاينين في كازا، عندهم الدار ديالهم تبارك الله كبيره، دايره بحال الفيلا. جيران امهم حتى هي جدهم جيران جداتي. هاد الناس كيبيعوا يشريو في الذهب، بحكم داك السيد ذهبي ومشى بكري للدار البيضاء. كان الله يعني كان غير خدام في شي محل ديال الذهب، ولكن تبارك الله دار المحلات ديالو، والسيد ولا لاباس عليه هو وولادو، يعني ولا معروف في كازا. وعنده واحد الولد هو الصغير فيهم ما كيبيعش الذهب، يلا تخرج طبيب ديال السنان حتى هو جا معاهم. المهم اللي شاف اختي عجباتو، ويقول للعائله ديالو، قال لهم هذيك البنت راه عجباتني، نعرفكم باختي. اختي سميتها مريم، وفي العمر ديالها 21 عام. ويلا داك الصيف هي خدات الاجازه في البيولوجي، كانت تقرا في الكليه في اكادير. وهذيك اختي ما شاء الله دايره بحال الملك، زوينه بزاف ومحتجبه ومربيه، عوينه كبار وعسليين وبيضة، وعندها حفر الزين. يوا كنشكر في اختي هذيك، راه اختي هذيك، وطويله ما شاء الله وبيضة. وكانت ملي كانت تقريبا عندها 14 13 عام،
فين ما مشاو للبلاد كيجيو يخطبوا فيها الناس، ولكن بابا ما كانش باغي حتى شي وحده فينا تزوج تكمل قرايتها. قالنا تقراو ديروا مستقبلكم عادك ساعه تزوجوا. يعني كان بغانا نقراو ما بغاناش، قال لنا انا ما قريتش ما بغيتكمش نتوما تقراو. ومسكين واخا على قد الحال ضارب علينا تماره وما مخلينا خاصنا حتى شي حاجه. كاينه انا واختي مريم، انا زايده عليها، وكاين خوتي صغار منا، ومسكين ما مخلينا خاصنا حتى شي حاجه، كيخدم علينا الليل والنهار. قال لنا لكم خاصكم تقراو. المهم هذوك الناس ملي جاو قالوا الوالد والوالده عجبهم الحال كما قلت لكم، ناس ميسورون ولا باس عليهم، وعرفوا اختي راه غادي تعيش مزيان مع دوك الناس، ودوك الناس مزيانين بزاف لحقاش هما كابرين مع بابا وداكشي. راه كانوا ولاد الجيران كاع كانوا مع بعضياتهم كيعرفوا بعضياتهم مزيان، هما ناس مزيانين. عرفهم غادي يتهلاو في اختي وعاد تعيش بخير وعلى خير. المهم بابا فرح وماما، واختي العفيريته حتى هي عجبها الحال. هذاك الولد راه البنات كاملين ديال الدور بيحماقوا عليه. وغتقولوا لي يعني كيفاش تا ولد عايش في كازا وطبيب وبغى يزور بطريقه تقليديه؟ لان هذاك الولد ملتزم داير اللحيه، وداك اللحيه ما جاتو غير جمال تبارك الله، بحال اختي. تيقول لك حك طاح ولقى غطاه، جاو مع بعضياتهم، حتى هو كيحمق بالزين. كلشي البنات بيحماقوا عليه، ولكن ما جات عينو على اختي، هي اللي اختار قلبه. المهم بابا وماما كما توافقوا جده وكل شيء. وحنا ملي بغينا نرجعوا للبلاد، ملي بغينا نرجعوا لاكادير، جداتي قالت لبابا وها انت دابا ملي الناس هضروا لك على بنتك فين غادي دابا؟ باقي ما درتو في الطاجن ما يتحرق، خاصكم تعارفوا ودوروا شي خطبه وتعطيو الكلمه بعضياتكم وتقراو الفاتحه عاد تمشيو. قالت لي غادي تجلس حتى ديروا التعارف. قال لي واخا ماشي مشكل. صافي بابا عيط لصاحبه وقال لي ها كاين وكاين. قال لي الله ودي مريم راه بحال بنتي والله يكمل بخير وفرح مسكين بزاف. قال لي شوف صاحبي كون هاني، راك بحال الا كاين انت في المحل، غير خذ راحتك تجي في اي وقت ماشي مشكله ما تهز الهم. صافي بابا توا فرح لحقاش تا هذاك السيد الا كانت عنده شي حاجه راه بابا تيتكلف ما بيناتهم في الحساب دايرين بحال الخوت. المهم ولينا جلسنا وجا نهار التعارف، جاو هذوك الناس كاملين، عرضنا على العائله كامله، على عمامي وعيالاتهم وولادهم عماتي، المهم كلشي حضر كلشي كلا كلشي شرب. وعرفتوا البنات راه واحد اش غادي نقول لكم، راه واحد الاجواء ما عرفوا الناس اللي كاين في تيزنيت وفي العروبيه بالضبط. الرجال فرشنا لهم على برا وجالسين كيصايبوا في اتاي وكيضحكوا وكينشطوا، والعيالات حتى هما بوحدهم، وكلشي نشاط كلشي فرح. تعشاو داروا الفاتحه داروا الدعاء، المهم تقريبا بحال الا خطبوها. المهم عطاو الكلمه لبعضياتهم والدوار كلشي عرف بان مريم راه اليوسف سميتو يوسف ولد فلان. المهم صافي كلشي مشى في حالاته. نعسنا مع ديك الجوج ديال الصباح، يعني تقريبا مع ديك الجوج ديال الصباح، وسمحنا واحد الغوات ديال اختي كتغوت ربي اللي خلقها. كلشي فاق، عمامي العائله كامله جمعات عليها، لقيناها في واحد الحاله يرثى. بدات كتخبط وكتقول بغاو يقتلوني، ها هما من وراكم، كتركل وكتقطع، يعني تقطع في حوايجها. وكان واحد عمي الفقيه ديال الجامع بدا تيقرا عليها القران، والو كتزيد عي كتركل وكتغوت. بقات مسكينه على داك الحال حتى غيبات. في داك الليله ما قدرناش نعسو، بقينا مع انا وماما صافي. ولكن ديما بقى كيوقع ليها هكذا، ديما حاضين معاها. حتى لواحد الليله ضرباتني الفيقه مع ديك 4 ولا 5 الصباح، ما لقيتش اختي حدايا. عرفتي البنات تخلعت بزاف. فيقت ماما بدينا كنقلبوا عليها حتى لقاتها ماما في الحمام. عرفتي كتهضر مع راسها في المرايه، كتشوف في المرايه وكتهضر مع راسها. مشات ماما عندها لقات البنت مرفوعه، كاينه في واحد العالم فيه غير هي بوحدها، ما كتسمعناش بحال غير بوحدها، واخا كنهضروا وكنغوتوا والو. فيقنا بابا، بديت نقول لها بنتي والله يهديك اشنو كديري؟
وهي تدور عنده بدات كضحك واحد الضحكه. ديك الضحكه بوحدها كتخلع. وشويه بدات كضحك كتنغصص، شويه بدات كتغوت. كل مره وشنو كدير، مره تركل، مره تضحك، مره تنغصص. مره بابا مسكين ما عرف باش تجيب العائله كلها فاقد، كلنا تخلعنا عليه ما لقيناه، بحال الا ماشي مريم هذيك كتقطع علينا في القلب. ولكن اشنو وقع ليها، اشنو جرى ليها؟ صافي جا عمي بدا يقرا عليها في القران والو، غير ما كتزيد كتضحك. المهم كاين واحد عمي قال له بابا راه كاين واحد السيد في الدوار كيدير رقيه. مشى مسكين كيجري على الموطور وجابو. السيد بدا يقرا عليها في القران، في آل عمران، في سورة آل عمران، البقرة، والو، غير ما كتزيد. يعني كتنغصص، كتغوت، كتضحك. شويه صوتها هو يتبدل ولا صوت غليظ. ويسولو داك الراجل قال لي اشنو بغيتي من هاد البنت مسكينه؟ قال ليه راه بزز مني، كلفوني باش نحمقها. قال لي شكون هما؟ شويه كيدرها تيضحك تيقول لي خرج عدو الله، خرج عدو الله. والو تيبدا يقرا عليه، تيقرا القران. شويه ثاني كتغوت، شويه ثاني كتبدا تضحك بداك الصوت الغليظ. المهم بقاو يعني شحال من ساعه بقاو على هاد الحال. والو قال لي شكون نتوما، شكون اللي كلفك؟ حاجه وحده اللي ما عمرها تنسى ليا. قال ليه راه دمكم. المهم عرفتي شنو هي ديك الكلمه؟ قال ليه راه دمكم. ولكن داكشي تنشوف، انا كنت كنشوف كنحس بحال الحلم. عرفت داكشي ما عرفتش اشنو داكشي اللي واقع لختي، لان يعني انا اصلا عمري ما شفت هذاك الشيء، عمري شفت هذاك العجب، يعني حتى شفتو بعيني. واختي انا يعني تسمعتها وشفتها بحال راجل اللي كيهضر. قرا عليها حتى هي، بدا كل مره كيجي كيقرا عليها، كل مره والو. اختي ما تحسنات، عرفتي الحاله مسكينه اللي ولات فيها، ما فيها ميتشاف. شعرها بدا تيطيح، ولات دبلانه، الدوار كلشي عرف. هادوك الناس تما عرفوا. ولكن هذاك الولد داك الولد تخيل ما بغاش يتخلى عليها. كما قلت لكم هو انسان متدين قارئ القران. كان كيجي مسكين وكيبقى كيقرا القران. وكان كيقول لنا، تيقول راه ربما ستريس ديال القرايه خاصه طبيب نفساني او الصرع او شي حاجه من هذه. المهم بقات على داك الحال. هذاك السيد اللي كيجي يقرا عليها قال لي شوف البنت راها مسحوره، ولكن انا هاد السحر وداكشي ما غاديش نقد عليه. راك شفتي قريت عليها حتى عييت. يعني هاد الفقيه اللي داير لي هاد الشيء اصلا يعني من دوك اللي كيتعاملوا مع دوك الشياطين الكبار ولا دوك السحرة الكبار. يعني اللي داير لي هاد السحر يعني متعامل مع دوك السحرة الكبار. انا ما نقدش عليهم. قال لي ما عندي ما ندير لك، قرا عليه. يعني قال لي شفتي كيقرا عليه كل نهار النفس كتغوت كتركل وحالته ولات حاله، ما كتاكل ما كتنعس. يعني داك النشاط والفرحه كاع اللي فرحنا كلشي تقلب بحال تقول عين وصابتنا. المهم بقينا على ديك الحال. صافي حتى بابا قرر باش غادي نرجعوا لاكادير، يعني لان السيد تعطلنا عليه وخاصنا نرجعوا للبلاد. ما صافي نرجعوا لاكادير لدارنا. المهم بابا داك النهار بغى يمشي يزور القبر ديال جدي، لان ضروري فاش كيجي تيزور القبر ديال جدي اللي مات الله يرحمه. ومع العرس مع داكشي اللي وقع لاختي ما مشاش زارو. المقبره بعيده شويه على الدوار، المهم ما بعيداش بزاف. المهم مشى داك النهار حزين بابا وقلبه كيتقطع على اختي، عزيز عليه بزاف وعزيز علينا كاملين. كما قلت لكم مربيه كلمه العيب ما فيهاش، هي فيها اختنا، فيها امنا، فيها كل شيء ودريويشه وما تستاهلش داكشي اللي وقع ليها. يعني كنشوفها كتدبل قدامنا ولات غير ساكته ما كتهضر ما حتى شي حاجه. وشويه يعني داكشي الغوات وداكشي كيجيها بالليل. المهم اللي غادي للمقبره ويلقى داك الحارس ديال المقبره. هذاك السيد تا هو من نوع تيعرفوا بابا. سلم عليه كداير فلان كداير هادي. قال لي راه سمعت بنتك اش وقع عليها وداكشي. عاود لي بابا داكشي اللي كاين. قال لي ها قال راه جبنا داك الراقم راه كيعرفوه. عرفتي الدوار صغيره كلشي الناس كيعرفوا بعضياتهم.
قال لي ما عرفتش واش فعلا عندها مس ولا سحر ولا عندنا الله اعلم، الله اللي عالم، ما عندي ما ندير. قال لي راه غادي غدا ان شاء الله غادي نمشي لاكادير. قال لي بغيت نقول لك صاحبي واحد القضيه. قال لي ها شنو؟ قال لي راه تقريبا شي سيمانه هذه. قال لي شفت اختك جات حتى هي قالت لك بغات تزور القبر ديال الوالد ديالك. قال لي ولكن انا قال ليه بقيت قال لي انا قلت راه جات غير تزور القبر. قال لي ولكن راه شفتها مشات لواحد القبر منسي. قال لي كنت كتدفن في شي حاجه. قال لي شفتها بحال كتحفر كتدفن في شي حاجه. قال لي قبر حدا القبر ديال باك الله يرحمه، قبر منسي. قال لي كتحفر في شي حاجه. قال لي وانا ما قال لي نتوما ناس مزيانين وداكشي، انا ما بغيت نخسر مع واحد. قال لي ولكن راه كلشي تيقول بان بنتك ساحر ليها شي حد من العائله. قال لي اش كتقول اختي؟ علاش كتخربق بابا بحال بيدور فيه؟ قال لي شوف هاد الهضره بيني وبينك انا راه عمري ما خرجتها من فمي، ولكن يلا نحفروا هذيك البلاصه وشوف لا تكون دايره لك لبنتك شي حاجه. اش كتقول؟ قال لي غير يلا معايا. تخيل من مشى وقعد باقي بابا كاع ما زار القبر ديال باه. مشى قال لي انا باقي على البلاصه اللي كانت كتحفر فيها، راه ما عرفتش شنو دفنات تما. فعلا السيد بدا قال لي خليني انا نحفر. المهم بقى كيحفر لقى واحد الميكا، جبدها حلها لقى فيها وسط ميكا اخرى، وشويه هو يلقى شي حاجه هكذاك مكمكره. حلها ويلقى فعلا تصويره ديال اختي، وكاينه فيها شي 20 برا، وكاين تاني واحد الخيط يعني معقود شي 20 عقده، ومكتوب فيها مرض، حماق، دمار، عكس. المهم داكشي مكتوب بزاف ديال دوك الكلمات، يعني شي طلاسم وشي ودوك وبراوات متاقبين ليها هكذاك في عينيها في لحمها في كل شيء، عكوسات، يعني بزاف ديال داكشي تيشوك اللحم. داكشي مكتوب في الصوره ديال اختي. وعاد كاين تاني واحد السبوب فيه بزاف ديال الطلاسم. تخيل بابا من شاف داكشي قال لي واش متاكد بلا اختي؟ قال لي ودي انا. قال لي دابا واش عمرك شتيني جبت هادشي؟ قال لي شفت اختك انا. قال لي بزاف ديال العيالات راه كنشوف بزاف المنكر اللي كيوقع، ولكن كنميك. انا كنقول كنترزق مع الناس هنا، ما بغيش نجبد الصداع باش ما يجريوش عليا من الخدمه، ما لقيتها غير بزز. قال لي انا راه كنترزق لان اللي جا كيمارض معايا، اللي جا كيدور معايا، انا داخل سوق راسي ما شفت مريض. شفت اختك ولكن انا ما عرفتش شنو دارت، ما عرفتش. ما انا قال لي داخل سوق راسي، لان لا جيت اي واحد دخل المقبره بيدير شي حاجه نتبعو راه غيجروا عليا من هنا. قال لي ولكن ملي سمعت بنتك ان كلشي تيقولوا راه مسحوره وساحر ليها شي حد من دمها، قال لي ملي شفتك دابا ملي عاودتي لي هادشي وقلتي لي راه بنتك باقا ما براتش، راه انا شكيت. تخيل بابا ملي شاف داكشي، تخيل بابا ما جا ملي حل داكشي، ما جا فين رجع للدار ديال جده حتى واختي وقفات على رجليها ولات بحال عمرها ما وقعت ليها شي حاجه. تخيل ملي تنقولوا ليها وقع ليك وها كنتي، قالت لهم اش كتقولوا ليا؟ ما فراسي حتى شي حاجه، ما طلعت عقلت على والو، بحال لا شي ما كاين. ورجع بابا وتواجه مع اختي مع اختو وهاد عمتي. علاش دارت هادشي لاختي؟ لان عندها بنتها يا حسره قد اختي، وكانت تقرا مع اختي في نفس الكليه، وكانت ساكنه عندنا حنا اللي عندنا دار غير ديال السكن الاقتصادي، عندنا فيها 2 بيتات صغار وصالون، وساكنه معانا وكتنعس معانا في داك البيت، وخوتي الصغار كينعسوا غير في الصالون، وكتاكل معانا وما كتجيب لينا حتى شي حاجه. تيقول ليها بابا بنتك بحال بنتي وهذه راه بحال اختكم. وديما كنا كنشوفها كتغير من اختي وكدير صداع وكدير المشاكل، والبنت ما بغات لا تقرا لا والو. تخيل اختي خدات الاجازه
وهي ما نجحاتش، يعني رجعوا ليها بزاف ديال الموديلات. اشنو حاضيه غير الماكياج، وحما ان حنا عيب قدام بابا قدام كلشي ما كتخرجش تتزوق بحال الطعريجه. وحادي تيقولك باغي ما غنقرا، ما ندير بالقرايه، نبغى نتزوج شي واحد لاباس عليه ونعيش الحياه، غنتزوج شي حد لاباس عليه. هذه هي الكلمه اللي فمها. وملي جا داك يوسف للدوار مخلت ما دارت، كما قلت لكم كاع بنات الدوار كيحماقوا عليه، ولكن هي بغاتو باي طريقه. ملي عجبات اختي وخطب اختي ما تصرطاتش ليها لا هي لا امها. هذاكشي باش داروا هادشي كله. علاش اختار اختي وهي لا؟ وعلاش اختي تنجح وهي لا؟ هادشي اللي وقع. ملي البنت كاع مغياره كان على عمتي ما تبعش بنتها، ان خوها هما دايرين فيها غير الخير. واختي دابا راه تزوجات بيوسف وتزادت عندهم بنيته، ودار يوسف العياده ديالو. واختي دابا راه كدير في الماستر، لان كانت دفعات الماستر ديالها، ولكن ملي ولدات البنيه وداكشي بغات تتقابلها. ودابا راه عندها العام الثاني في الماستر وغدير حتى الدكتوراه. قال لها غنبقى معاك ان شاء الله كتشدي الدكتوراه ديالك. وهذه هي القصه ديالنا سالات. المهم كانت نهايه ديالها سعيده، وردوا بالكم.